بيبدأ فيلمنا مع تيدي وهو قاعد بيهتم بالنحل بتاعه، وبيحكي لابن عمه داون اللي عنده توحد عن رأيه في الحكومة، وإن هي بتلعب في إمدادات الأكل وبتتحكم في الناس، وهو قلقان من اللي النظام بيعمله في المجتمع، بس في نفس الوقت بيبقى مقتنع إن في نظام أكبر وأعمق ماشي في الكون كله، وبيقول له إنه عمل أبحاث كتيرة جدا لحد ما وصل للحقيقة، وإن هو وداون لازم يكونوا هم اللي يصلحوا الدنيا دي. ومن هنا الاتنين بدأوا يتمرنوا استعدادا لمهمة كبيرة، وبعدها بيروحوا محل أدوات يشتروا حاجات محتاجينها، وكمان بيدخلوا محل خيري يجيبوا لبس تنكري. وقت الغدا داون بيعترف لتيدي إنه خايف يتقبض عليهم ومش واثق إن هو هيقدر يكمل المهمة. تيدي بيحضنه وبيفضل يمدحه وبيشجعه لحد ما بيطمنه وبيخليه يوافق. وبالليل بقى تيدي بيقول لداون إن لازم يبعدوا عن أي تشتيت، مفيش ألعاب، مفيش تدخين، مفيش شاشات غير للبحث بس. وكمان بيقولوا إن هم لازم ياخدوا حقنة كيميائية تخليهم ما يفكروش في أي رغبات علشان يفضلوا مركزين. داون ما بتعجبوش الفكرة، بس تيدي بيقنعه بخطابه الطويل عن التحرر من القيود البيولوجية وكلام الجواز ده. وفي الآخر الاتنين بياخدوا الحقنة. وفي نفس الوقت بقى بنتعرف على ميشيل، المديرة التنفيذية لشركة أدوية عملاقة اسمها أوكساليس. ميشيل بتبقى عايشة في بيت فخم جدا، ويومها منظم جدا، وبتتمرن بس بأجهزة حديثة ومع مدرب ومكملات غذائية كتير، وبتفطر وبعدها بتروح الشغل. وفي المكتب بتسجل فيديو دعائي لشركتها، الفريق كاتب لها كلام يطلعها إنسانة طيبة وبتدعم الأقليات، لكن الحقيقة قدام الكاميرا بس. ورا الكاميرا بتعامل الموظفين بقسوة شديدة. وبعد الشغل ميشيل بتسوق عربيتها وبترجع للبيت من غير ما تاخد بالها ان تيدي وداون مستخبين قريب منها، وبيستنوا لحد ما تركن وبيهجموا عليها. ميشيل بتستخدم تدريبها وبتوقعهم على الارض وبتهرب ناحية الباب. تيدي بيلحقها وبتوقعهم تاني وبتجري على الجنينة. هناك بقى تيدي بيفاجئها في وسط الشجر، والمرة دي بينجح يحقنها بمخدر علشان تنام. واخيرا ميشيل بتقع وبيحطها في عربيتهم وبتمشوا. وفي الطريق بقى داون بيبدأ يحلق شعرها، لان تيدي مقتنع ان الشعر ده ممكن يستخدموه لتتبعها زي الGPS يعني. وبيوصلوا البيت وبيحرقوا اللبس التنكري وبينزلوا مشي للقبو. وهنا الصدمة، تيدي مقتنع ان الفضائيين هم سبب كل المؤامرات دي، وان ميشيل واحدة منهم. وبيبدأ يشرح أدلته: شكل الرجلين، الجلد حوالين الضوافر، عضة الأسنان، ودنها، كثافة شعرها. وبيقول ان كل ده ان هي فضائية. وبيتضح ان هو مختل نفسيا، وبيحطوا على جسمها كريم، وبيقول ان ده بيعطل الجهاز العصبي، وبيربطوها في مرتبة. وبالليل الاتنين بيلبسوا بدل وبينزلوا لها. واول ما بتفوق تيدي بيرحب بيها في المقر بتاع المقاومة البشرية، وبيقول لها ان هي لازم تحترم حقوق الانسان حسب اتفاقات جنيف، حتى لو كانت فضائية جاية من اندروميديا. ميشيل مصدومة بتسأل عن شعرها. تيدي بيقول لها ان احنا حلقناها علشان ما تتصليش بسفينة. ميشيل بهدوء بتقول ان هي شخصية مهمة جدا والاف بي اي هيقلب عليها الدنيا. تيدي بيضحك وبيقول لها ان هي شاطرة قوي في التمثيل بتاع دور الانسان، يسميها مسؤول كبير في البلاط الاندروميدي اللي بيساعده في استبعاد الارض تكنولوجيا. وبيطلب منها تاخده هو وداول لسفينة امها وقت خسوف القمر علشان يواجهوا القادة بنفسهم. وبيقول لها ان هو عمل تحليل حراري لصورتها ولقى شفرات فضائية على الانستجرام بتاعها، وبيسيب لها المسجل الصوتي وبيقول لها عندك الليلة تسجيل رسالة لإمبراطورك. وبيضيف إن هي لازم تكون ممتنة ليهم لأن الفضائيين قتلوا عيلته ومجتمعه ونحله. وبيطفي النور وبيمشي. فوق بقى الاتنين بيحتفلوا بنجاح العملية، لكن داون بيحس بالذنب لما بيشوفها بتعيط على الكاميرا. تيدي بيفكروا إن هي مش إنسانة وإن ده كله تمثيل. بعد ما داون بينام تيدي بيفضل يبص على الكاميرا وبيفتكر أمه ساندي شاركت في تجربة سرية، وده علشان تجيب فلوس تصرف عليه. كانت دايما بتقوله إن الشركات بتخلق المرض علشان تبيع العلاج. التجربة دخلتها في غيبوبة وسابت أثر كبير جواه. تاني يوم بقى بيخلوا ميشيل تحط الكريم على جسمها كله. فاضل 3 أيام على الخسوف. تيدي بيروح الشغل بعجلته وبيسمع بودكاست عن المؤامرة بتاعة الفضائيين. الضابط اسمه كيسي كان يعرفه وهو صغير، بيقف له وبيطمن عليه وعلى داون. تيدي بيقفل الكلام معاه بسرعة علشان ما يشكش فيه. وبنكتشف ان تيدي شغال في مخازن شركة اوكساليس، ولما زميلته بتتجرح بيقول لها تبلغ عن النظام الفاسد. وفي الاستراحة بيشوف في الاخبار ان ميشيل مختفية، بس مفيش اي دليل على البيت اللي خطفها. وفي البيت بقى بيطمن على النحل، وبعدين بيسأل داون عن ميشيل. لما بيعرف ان هي ولا كلت ولا عملت اي حاجة يقول له انها بتمثل علشان نتعاطف معاها. وبيلبسوا البدلات وبينزلوا يسمعوا التسجيل. ميشيل بتقول ان هي فضائية بس التسجيل ضعيف في رأيه. ولما بتقول له ان هي في الحقيقة كيميائية ومعاها شهادة علم نفس بيتعصب وبيكسر الكرسي وبيرميه عليها وبيصفعها بالقلم. وبعدها بيطلع يهدي اعصابه وبيحكي لداون عن اللي اليوتيوبرز هم اللي علموه عن الفضائيين، وبيقول له ان هم لما بيقراوا افكارنا هيعرفوا ان البشر يستاهلوا فرصة جديدة. داون بيسأله عن الحياة في الفضاء، فبيقول له ان هم رايحين مفاوضات بس وهيرجعوا يبنوا مجتمع افضل.
ولما داون بيقول إن هو حاسس بغرابة من الحقن اللي خدوها، تيدي بيطمنه فبيسكت. وفي اليوم اللي بعده ميشيل بتحاول تفك نفسها بس بتفشل. الأولاد بيرجعوا وداون ماسك مسدس. ميشيل بتقول خلاص هبدأ من جديد، أنا فضائية. تيدي بيقول لها مش كفاية، بيربطها على كرسي وبيبدأ يعذبها بالكهرباء وبيعلي صوت الموسيقى علشان يغطي على صريخها. داون مرعوب بس تيدي بيقول له احنا لازم نعمل كده لأن ده اللي المفروض يتعمل. والألم بيزيد لحد ما النور نفسه بدأ يرمش. ولما داون بيحاول يوقفه تيدي بيزق ايده وبيضربه لبعيد. وفجأة الكهرباء بتبدأ تقطع في البيت كله والأسلاك بتطلع شرار خطير في كل حتة. تيدي بيتجمد مكانه من الصدمة، وساعتها داون أخيرا بيعرف يتدخل ويطفي الجهاز. وبيصرخ في تيدي وبيقول له إن هو كان هيقتل ميشيل، بس تيدي بيرفض يعترف بأي غلطة. بيقرب من ميشيل وبيمسح الدم من بقها وبيعتذر لها وهو بينادلها يا صاحبة الجلالة. وهو مقتنع إن تحملها للألم بالشكل الشديد ده إن هي من العيلة الملكية الفضائية ومش مجرد قائدة عسكرية زي ما كان فاكر. نشوف فلاش باك. ميشيل كانت السبب في تغطية على حادث كبير أذت عدد كبير جدا من مرضى التجربة، وعلشان تسكت الكل وافقت تدفع تكاليف علاجهم لحد ما يتحسنوا. وقبل يوم واحد من الخسوف تيدي بيخرج يتسوى، ولما بيرجع البيت بيقفل كل الشبابيك والأبواب، وبعدين بيسمح لميشيل تطلع من القبو وبيقول لها إن هو لازم يعاملها زي الملكة اللي هي عليها. فبيسمح لها تستحم وبيجيب لها هدوم وحتى الباروكة. ميشيل بتقرف من الهدوم علشان جايه من محل خيري وبترفض تلبس الباروكة. بيربطوا بقى رجلها في الكرسي وبيقعدوا على العشاء. ميشيل بتبدأ تتكلم بهدوء وبتمدح البيت وتشيد بنشاطهم وبتتكلم باحترام عن النحل كمجتمع منظم ودقيق. لكن تيدي بيحس ان هي شايفاه سهل في الاستغلال، والجو بيتقلب لما بيتكلم عن تغيير المناخ اللي بيموت النحل. وبيتهم شركة ميشيل ان هي من اكبر الاسباب بسبب المبيدات. النقاش بيسخن وميشيل بتقرر تاخد سيرة ساندي وبتقول ان التجارب كانت ضرورية لعلاج الناس وان شركتها كانت بتحاول تساعد الضحايا. كل كلمة بتزود غضب تيدي لحد ما بينفجر فجأة وبيقفز فوق الترابيزة وبيمسك في رقبة ميشيل. داون واقف مش عارف يعمل ايه غير ان هو يترجاه يوقف. اثناء الخيانة دي القيود بتتفك من رجلين ميشيل، فبتستغل الفرصة وبتطعن دراع تيدي بشوكة وبتحاول تهرب. تيدي بيجري وراها وبيتخانقوا على الارض لمدة ثانية. ساعتها داون بيتدخل وبيضرب ميشيل بالمسدس وبتفقد الوعي. في اللحظة دي كسب يرن الجرس بس محدش بيرد. بيلف حوالين البيت وبيلاحظ الشبابيك كلها مقفولة لحد ما تيدي بيفتح له الباب الخلفي. كسب يدخل وتيدي بسرعة بيطفي كاميرات المراقبة. ولما كسب يشوف الحزام على الكرسي تيدي بيقول له انه كان بتاع امه علشان كانت بتجيلها نوبات زي هلع كده. كسب يوضح ان هو بيعمل دورية علشان موبايل ميشيل بعت اشارة من المنطقة دي وان عربيتها اتشافت قريب برضه في المكان ده. بيسأل السكان وتيدي طبعا بينكر اي حاجة. كسب يبان عليه التوتر وبيعترف انه جاي يطمن على تيدي لانه حاسس بالذنب، وبيعترف له ان هو استغله وهو صغير لما كان جليسه وبيحاول يكفر عن ذنبه من ساعتها. وبيعتذر له وبيقسم ان هو ما عادش هيعمل كده مع اي طفل غيره. تيدي بيقلق من شكه ده وبيقول ان هو مسامحه وبيطلعه بره يفرجوا على النحل. في القبو بقى ميشيل بتفوق وبتلاقي داون موجه المسدس عليها وبتتكلم معاه بهدوء وبتقول ان هو شجاع وبتقعد تشكر فيه ان هو لطيف معاها وبتوعده ان مش هترفع اي قضيه عليه لو ساعتها تتخلص من تيدي. وبتقول له ان هي شايفاه ان ابن عمه مسيطر عليه ومضلله. داون في الاول بيرفض يسمع، بس لما بتفضل توعده بحاجات كبيره بيسالها لو هيقدر يسيب الارض ويعيش مع الفضائيين. ميشيل بتوافق وداون بيشكرها وبعدها بيستخدم المسدس وبينتحر، وده ما كانش في الحسبان خالص وما كانش محسوب له. وبيغرق ميشيل في دمه وبيموت. وبره كيسي بيسمع صوت الطلقه. تيدي بيفتح خلايا النحل عليه وكيسي بيديله ضربه بالمجرفه لحد ما بيموت. تيدي بيجري على طول على القبو وبيتجمد مكانه لما بيشوف جثه داون وبيمسك المسدس وبيتهم ميشيل ان هي اللي قتلته، وهي بتحاول تشرح اللي حصل من غير فايده. وقبل ما يضرب نار ميشيل بتقول له ان عندها علاج لساندي وبتقول له ان في زجاجه في عربيتها فيها دواء سري شركتها بتطوره ومكتوب عليه مانع للتجمد بس علشان اللصوص يعني. تيدي المنهار بيضرب رجل ميشيل بالمسدس بسبب اللي حصل لداون وبيجري على العربيه المستخبيه في الغابه وبياخد الزجاجه وبيجري على المستشفى وبيحقن السائل الوريدي ده في ايد ساندي. لكن للاسف الزجاجه بتطلع فيها مانع للتجمد عادي وجسم ساندي بيرتعش شويه وبعدين بتموت. تيدي بيتجنن وبيهرب من الشباك وبيجري على القابو. ميشيل بتزق جسم داون برجليها وبتلاقي المفتاح بتاع الكلبشات وبتدور على مخرج وبتلاقي باب خلفي ورا مرتبه فبتحاول تفتحه وبتنصدم ان في اجزاء بشريه في برطمانات وملفات مليانه صور وملاحظات. وبيتضح ان تيدي خطف ناس كتير كان فاكرهم فضائيين وقطعهم علشان يدرسهم. وفجاه تيدي بيرجع بالمسدس. ميشيل بتساله كام واحد فيهم كان فضائي، بيرد برضه
برضه وبيحاول يصرخ عليها بسبب موت ساندي، لكن ميشيل بتصرخ فيه وبتسكته وبتبدأ تحكي الحقيقة. إمبراطور أندروميديا وصل للأرض وهي لسه ديناصورات، ونشر فيروس بالخطأ وقضى عليهم كلهم، ومن إحساسه بالذنب خلق كائنات شبههم كتير اللي طلعوا هم البشر. أول حضارات كانت أطلانتس، بس البشر بقوا جشعين وعنيفين وانتهى الأمر بحرب نووية، ومعظم الفضائيين عايزين يمسحوا البشر. بس الإمبراطور كان شايف إن في أمل فأمر بتجارب لعلاج العنف، وساندي كانت واحدة منهم. مش اللي بتوافق تاخد تدي معاها وقت الخسوف وبتلبس الباروكة وهدومها وبتوديه لمقر الشركة، والكل بيبقى مصدوم لما بيشوفوها، بس بتطمنهم وبتبعتهم بيدهم بدري. في المكتب بتقوله إن الكمبيوتر ده جهاز فضائي، وبتبدأ تكتب الشفرة كده، وتيدي بيقول لها إن هو مستعد لأي حاجة وبيكشف عن قنبلة تحت الجاكيت بتاعه. ميشيل بتخليه يدخل الدولاب وبتقوله ده بوابة التنقل. بيقفل الباب وبتضغط الزرار، القنبلة بتنفجر وراس تيدي بتطير وميشيل بتفقد الوعي. الإسعاف بيوصل والموظفين بيسقفوا لها على التفوق ده، وبتنط من العربية في نص الشارع وبترجع المكتب وبتشغل الدولاب تاني وبتنتقل للسفينة الأم. بنكتشف بقى إن هي الإمبراطورة نفسها، وإن هي معرفتش تتواصل عشان فقدت شعرها. المجلس بيبلغها إن كل التجارب فشلت، فبتقرر إن البشر لازم يختفوا، وبتفجر الفقاعة اللي مغطيها نموذج الأرض. وفي اللحظة دي كل البشر بيموتوا نهائيا. في حديقة تيدي بقى النحل بيطير وبيتحرك، بس كده وبيخلص فيلمنا.